أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير عشان الكل يستفيد، وما تنسوش المتابعة على الواتساب والتليجرام. أهلا بيكم في المحاضرة العشرة في السلوك التنظيمي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيحصل معنا كلنا تقريبا في الشغل، وهو الصراع، وهنعرف إزاي نفهمه صح، والأهم إزاي نديره. خلينا نبدأ الموضوع كله بسؤال. تفتكروا هل أي خناقة أو خلاف في الشغل لازم بالضرورة يكون حاجة وحشة؟ يعني أغلبنا بيشوف الصراع ده على إنه مشكلة كبيرة ولازم نهرب منها بأي شكل. بس يا ترى دي كل الحقيقة؟ الإجابة اللي ممكن تفاجئ ناس كتير هي لأ، مش دايماً. الحقيقة إن مستوى معين من الصراع ممكن يكون صحي ومفيد جدا كمان لنمو أي شركة أو منظمة، وده بالظبط هو المحور الأساسي اللي هنركز عليه في كلامنا النهاردة. في الدقايق اللي جاية هناخد جولة سريعة كده، هنبدأ ونفهم ليه الصراع ممكن يكون حاجة كويسة. بعدها هنشوف إيه أصلا اللي بيسببه وأنواعه إيه، والأهم من كل ده إزاي نعرف نتعامل معاه بذكاء ومنخليهوش يكبر. تمام، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في الجزء الأول ده عايزين نعرف بالظبط يعني إيه صراع في بيئة العمل، ونشوف نظرة الناس ليه اتغيرت إزاي مع مرور الوقت. تعريف الصراع التنظيمي ببساطة شديدة هو عملية بتبدأ لما طرف يحس أو يدرك إن في طرف تاني بيأثر بالسلب على حاجة تهمه. خلوا بالكم من كلمة إدراك دي، يعني ممكن الصراع كله يبدأ كإحساس أو فكرة في دماغ شخص حتى قبل ما يحصل أي تصرف حقيقي على أرض الواقع. والمثير للاهتمام هنا إن نظرتنا للصراع ده اتغيرت تماماً. يعني زمان كانوا بيشوفوه زي المرض اللي لازم نقضي عليه فوراً. بعد كده الموضوع اتطور وبدأنا نتقبله على إنه جزء طبيعي من أي مكان فيه ناس بتشتغل مع بعض. والنهاردة بقى وصلنا لمرحلة بنشوف فيها إن شوية صراع مش بس مقبولين، دول ممكن يكونوا ضروريين عشان الفرق تفضل نشيطة ومبدعة وبتطور من نفسها. طيب، بما أننا عرفنا إن الصراع ده كده كده هيحصل، خلينا ننتقل للجزء التاني ونشوف إيه هي الأسباب الجذرية اللي بتولعه من الأساس جوه الشركات. دي تعتبر أشهر الأسباب اللي بتخلق صراعات في الشغل، من أول الخناق على الميزانية والمعدات، ولما يكون نجاحي معتمد على شغل زميلي، أو لما تكون أهداف الإدارات المختلفة عكس بعض تماماً. كل دي ممكن تكون شرارة صغيرة تكبر وتبقى مشكلة كبيرة. أول وأشهر سبب الموارد المحدودة. تخيلوا كده قسمين في الشركة، التسويق والمبيعات مثلا، الاتنين محتاجين ميزانية أكبر عشان يحققوا أهدافهم، وبما إن فلوس الشركة محدودة بيبدأ سباق على الموارد دي، والسباق ده في الغالب بينتهي بصراع بينهم. السبب التاني هو لما يكون شغلك واقف على شغل حد تاني. فكروا فيها كده، فريق المصممين مش هيقدر يبدأ شغله من غير ما ياخد المحتوى من فريق التسويق. أي تأخير بسيط من ناحية بيعمل أزمة كبيرة في الناحية التانية، وده طبعاً بيخلق جو مشحون ومناسب جداً للاحتكاك والصراع. وهنا بقى بنشوف مثال واضح جدا للأهداف اللي بتمشي عكس بعض. اسم المبيعات عايز يبيع أكتر حتى لو هيضطر يقدم خصومات كبيرة. في نفس الوقت القسم المالي هدفه الأساسي يحافظ على هامش الربح. كل واحد فيهم بيعمل الصح من وجهة نظره، لكن أهدافهم المختلفة دي بتحطهم في وش بعض على طول. طيب، إزاي الصراع ده بيتكون وبيكبر؟ في الجزء ده هنشرح الخلاف نفسه ونشوف إيه هي أنواعه والمراحل اللي بيمر بيها، من هو مجرد فكرة في الدماغ لحد ما يبقى مشكلة واضحة للكل. مهم قوي نفرق بين نوعين أساسيين. الأول هو الصراع الذاتي، وده صراع داخلي بيحصل جوه الشخص نفسه زي ما يكون محتار بين وظيفتين مثلا. والنوع التاني هو الصراع بين الأفراد، وده بقى الشكل الأشهر اللي بنشوفه كل يوم بين الزملاء في الشغل. الصراع مش بيظهر فجأة، ده بيمر ب5 مراحل كأنه فيلم. بيبدأ كاحتمال أو إمكانية بسبب ظروف معينة، بعدها الناس بتبدأ تدرك إن في مشكلة وتحس بيها، فبتبدأ تتكون عندهم نوايا للتصرف، والنوايا دي بتتحول لسلوك واضح زي الكلام أو الأفعال، وفي النهاية خالص بنشوف النتائج سواء كانت كويسة أو وحشة. تمام، فهمنا الأسباب والمراحل، ودلوقتي جينا للسؤال الأهم. طيب نعمل إيه لما الصراع ده يحصل فعلاً؟ الجزء اللي جاي ده هيدينا 5 استراتيجيات عملية زي شنطة العدة كده عشان نتعامل مع الخلافات دي. أول استراتيجية معانا هي التنافس. هنا الشخص كل تركيزه إنه يكسب هو، حتى لو ده معناه إن الطرف التاني هيخسر. الأسلوب ده بينفع في حالات الطوارئ اللي محتاجة قرار سريع وحاسم، لكن مشكلته إنه ممكن يدمر العلاقات على المدى الطويل. وعكسها تماماً تيجي استراتيجية التعاون، ودي بقى تعتبر الحل المثالي أو win-win situation. هنا الطرفين بيشتغلوا سوا عشان يوصلوا لحل يرضي الكل 100%. بس التحدي الكبير هنا إنها محتاجة ثقة ووقت ومجهود
مش دايما بيكونوا متوفرين. استراتيجية التجنب أو التجاهل، هنا الشخص بيقرر إنه ينسحب من الموقف كله ويكبر دماغه. دي ممكن تكون مفيدة لو الموضوع تافه ومش مستاهل الخناق، أو لو الأطراف محتاجة وقت تهدى فيه. لكن على المدى الطويل التجاهل ممكن يخلي المشكلة تكبر أكتر. استراتيجية التكيف، ودي عكس التنافس بالظبط. هنا الشخص بيضحي باللي هو عايزه عشان يرضي الطرف التاني. دي استراتيجية ممتازة جدا لما تكون المحافظة على العلاقة بينكم أهم من نتيجة الموضوع نفسه. وأخيراً استراتيجية الحل الوسط، دي استراتيجية خير الأمور الوسط. كل طرف بيتنازل عن حتة عشان يتقابلوا في النص. محدش بياخد كل اللي هو عايزه، لكنها حل سريع وعملي لما يكون الوقت ضيق والطرفين لازم يوصلوا لاتفاق. وبكده نكون وصلنا لآخر محطة في تحليلنا لموضوع الصراع. خلينا نلخص بسرعة أهم النقط اللي اتكلمنا فيها ونطرح كام سؤال كده نفكر فيهم مع بعض. الخلاصة إذن إن الصراع نفسه مش هو العدو. العدو الحقيقي هو إننا منعرفش نتعامل معاه. المفتاح كله هو إننا نشخص السبب صح ونختار الأداة أو الاستراتيجية المناسبة للموقف، ونفتكر دايماً إن بعض الخلافات لو تعاملنا معاها صح ممكن تكون هي الشرارة اللي بتطلع أحسن الأفكار. وفي النهاية هنسيبكم مع السؤالين دول: إزاي نقدر نخلق صراع صحي يحفز الإبداع بدل ما يهده؟ وإمتى بيكون الهروب من المشكلة هو الحل الصح؟ فهم إجابات الأسئلة دي هو اللي بيفرق بين المدير اللي بيعرف يدير فريقه صح وبين الفوضى.